وطبعا من الحاجات المحيرة في التاريخ المصري هو موضوع البناء وحرفية البناء بدقته. هتلاقوا ان هم بيحتاجوا الى ميزان. ده كان ميزان رأسي موجود منذ العصر الفرعوني، وده كان بيستخدم في تحديد ما يطلق عليه المحاذاة الرأسية. وكمان انتوا بتتكلموا هنا على مثلثات موجودة من يعني كموازين للبناء الأفقي والمثلث بالشكل الفريد واللي موجود قدام حضراتكم بالجد. يعني عشان يطلع البناء المصري بالدقة المتناهية بالشكل اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي، ده ما كانش محض الصدفة، ولكن كان بيتم عن علم وتحديد لمقاييس معينة بموازين معينة لتحديد المسافات وتحديد الارتفاعات والمقاييس المختلفة. وده يعني موجود بالصورة اللي موجودة قدام حضراتكم بمقاييس وأدوات البناء البسيطة للتأكيد على حرفية العمل بمقاييس ورؤية ومعايير مختلفة للبناء. احنا بنتكلم على ميزان ضبط زوايا العمل او ارتفاعاته او مقاييسه او انحداراته او استقامته. ده يعني بيأكد على ان المهندس المصري القديم ابدع في العديد من مجالات البناء، ليس البناء العشوائي ولكن بناء وفق مقاييس ومعايير تحكمها معيار الميزان الرأسي أو الأفقي أو حتى المثلث. لازلنا مع حضراتكم داخل متحف الحضارة المصرية ليمثل صور من التاريخ المصري التي تحتاج أو تستحق بالفعل الزيارة.